ازيكم، انا امنيه عبد المرضي عبد الباري، طالبه في الفرقه الاولى كليه الزراعه جامعه المنوفيه. قدمت في مسابقه الطالب المثالي والحمد لله اخدت فيها مركز اول. بصراحه ما كنتش متوقعه، يعني اشتركت فيها بالصدفه. انصح كل الطلبه ان يعني المسابقات زي الطالب المثالي او الانشطه عموما اللي بتتقدم في الكليه، يعني بيبقى فيها ابعاد كتير جدا بنستفيد فيها، يعني معنويا ثقافيا. احنا مش بنتطلب ان احنا يعني مش بنعمل حاجات كتير جدا عشان ندخل مسابقة او احنا داخلين عشان نحقق مركز. بالعكس، احنا في كل الحالات احنا عندنا معلومة، قرينا مثلا اي حاجة في كل المجالات، ثقافي علمي ديني اي حاجة، احنا بكل بساطة قرينا ودخلنا. بنتوكل على الله، جت معانا مركز ما جاتش، ادينا بنكتسب خبرة. واهم حاجة طبعا في اي حاجة في الكلية او اي انشطة الخبرة اللي احنا بنكتسبها. فبحب انصح كل الطلبه زمايلي او الناس اللي اشتركت او اللي ما اشتركتش ان هم مثلا يحاولوا ان هم يدخلوا في حاجه زي كده، يعني هيستفيدوا جدا، مكسب ليهم يعني في كل الحالات. شكرا لك.